أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم العبقري الجميل العظيم الرائع. أنا أحمد وده مش بودكاست. النهاردة وبعد غياب دام حوالي شهر ونص شهرين مش فاكر بصراحة، هنتكلم في موضوع مهم جدا. والحقيقة الموضوع ده خطر على بالي وأنا قاعد شغال النهاردة، فحبيت إن احنا قلت ليه ما نقعدش نتناقش في الموضوع العبقري الفظيع ده. فيلا بينا نبدأ من غير ما نقعد نلت ونعجن كتير. الموضوع بكل بساطة هي شوية مشاكل خفية خالص انت ممكن تكون مش واخد بالك منها اصلا، ولكن المشاكل دي مع استمرار الوقت هي بتبوظ حياتك بالكامل. يعني انت بتبوظ حياتك الشخصية وكمان بتبوظ حياتك المهنية، فبتصبح بلا مأوى وبلا عمل. يعني بتبقى مشرد بعد فترة زمنية من الاستمرار في هذه المشاكل. هم 6 مشاكل هنتكلم فيهم، نحاول باختصار واستفاضة في نفس الوقت علشان انت ما تزهقش وانا ما ازهقش. فيلا بينا على طول ندخل في اول مشكلة. انا كاتب المشاكل قدامي طبعا في نوشن، عشان المرة دي يعني قلت بلاش نكتب في ورقة وقلم ونكتب في نوشن احسن، نحاول نديجيتال كده كل حاجة يعني. المشكلة الأولى يا سيدي هي الإهمال في ترتيب المكان. وأظن هتقولي طب ما تبص لنفسك الأول، يعني أنت وراك سرير وراك كراكيب وبعدين في مكتب قصة كده. أيوة، ما أنا جاي بقولك على مشاكل أنا بواجهها، مش جاي بقولك على مشاكل اللي أنا مخترعها، لا دي مشاكل أنا بالفعل بواجهها ومش عايزك أنت كمان تقع فيها. فالإهمال في ترتيب المكان ده بيمثل عيب خفي من غير ما تاخد بالك ان في عبء اصلا. زي ان بيبقى مكان الشغل هو مكان النوم، هو مكان الاكل، هو مكان الشرب. فانا مش عارف لو باتري ازاي انا شاحن الموبايل، بس يعني هنحاول نتفادى الموضوع ده. المهم ان تبقى كل الحاجات دي في نفس المكان، ده مع الوقت بيخلي مفيش فصل كده في المهام بتاعتك. انت مش عارف دلوقتي انت ده مود الاكل ولا ده مود النوم ولا ده مود الشغل ولا ده مود الترفيه. مفيش مود معين كده انت مستقر عليه، انت عمال تلخبط نفسك. في نفس الوقت لما يكون انت مكان شغلك اصلا المكتب اللي انت المفروض بتشتغل عليه، تبقى حاطط عليه الاكل وحاطط عليه الشرب وحاطط عليه ورق وكروت مش مهمة وحاجات من هذا القبيل. كلنا بنعمل كده وبالذات الرجالة يعني بتعمل الموضوع ده بتفوق. ده بيؤدي بمرور الوقت إلى إن حياتك بتبقى عبارة عن يعني سلة مهملات كبيرة، انت عمال ترمي فيها كل حاجة وانت مش عارف انت المفروض منين بيودي على فين. يعني انت لما تقعد على المكتب بتلاقي نفسك مش عارف تركز. واي ثينك ان انت ممكن في البداية تقول لا اكيد مش هي دي المشكلة، بس بمرور الوقت بتصبح حاسس انه في مشكلة بس انت مش عارف هي جايه منين اصلا. ممكن يكون ده سبب من اسبابها. هقولك على حركة بسيطة كده كنت قرأتها في كتاب العادات الذرية، وانا يعني بحب اقرا من وقت للتاني كده. قالك انه لازم تنتبه لحاجه اسمها تصميم البيئه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا كنت قاعد الاول المكتب في وش السرير، فانا قاعد باصص للسرير طول الوقت. حسيت مع الوقت ان ده شيء بيزعجني جدا، فرحت مدي المكتب ظهر المكتب للسرير، فبقيت وانا قاعد ممكن يبقى السرير ورايا كده. فانا بشكل او عشان ما عنديش اوبشن تاني يعني، فبشكل او باخر ما بقيتش شايف السرير طول الوقت، فده مش بيأثر على تركيزي قوي زي الاول. دي حركة بسيطة كده ممكن من وقت للتاني تغير تصميم البيئة، علشان لو اتعودت عليه او الفته ممكن تزهق. لو انت من الناس اللي بتزهق زي كده فممكن تغير، تقلب المكتب يمين شمال فوق تحت وترتب كل حاجة حسب استخدامك ليها. يعني لو انت في ادوات معينة مش بتستخدمها ما تحطهاش قدامك، ما تعملش زحمة على الفاضي يعني. فاهم ازاي؟ فعدم ترتيب او الاهمال في ترتيب المكان اللي انت قاعد فيه ده شيء ممكن تبقى من الاشياء اللي بتبوظ شغلك وحياتك وتبقى واخد بالك. ننتقل سريعا الى النقطة التانية، وهي انك تكون بتستخدم معدات غير مريحة في شغلك. كان في حد انا مش فاكر والله هو مين، بس هو كان تقريبا ناير الديب اعتقد هو اللي نزل بوست ده، مش متذكر قوي بس اعتقد ان هو كان نزل بوست بيقول انت لو بتستخدم ماوس مش مريح في شغلك. مش فاكر كان ناري دي ولا كان مين، كان حد من الناس الفريندز عندي على الفيسبوك، ومش فاكر هو كان مين بالظبط. مهم، قال انت لو بتستخدم مثلا ماوس غير مريح، الماوس ده بيعلق. كان محمد طارق، اعتقد كان محمد طارق، بيتهيألي هجيب لكم البوست. آه بيقول انك لو بتستخدم ماوس غير مريح او ماوس بيعلق، التعليقه بتاعت الماوس دي بتعلق لعده ثواني. انت ممكن تكون بتستتفه الثواني دي، بس لو انت في كل عملية بتستخدم فيها الماوس
بيعلق منك 3 ثواني، فانت في النهاية هتنتج حصيلة من العطلة قدرها 3 ساعات مثلا في نهاية اليوم. فانت تعطلت ال3 ساعات عشان مشكلة صغيرة قد كده انت مش قادر تاخد بالك منها، او مش واخد بالك ان هي دي فعلا المشكلة. النضارة دي بدأت تحولني، فانا غالبا هقلعها يعني. آم، المشكلة هنا ان انت تعطلت 3 ساعات على حاجة انت مش واخد بالك ان هي اللي معطلك اصلا، وفي النهاية كنت ممكن تكسب 3 ساعات زيادة في اليوم باستخدامك لماوس سليم. تعال نقلع النضارة كده. مش عارف والله، يعني نقلعها ولا نخلينا بيها؟ يعني بص، نقلعها مؤقتا، بعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه في الحوار ده. المهم، لو انت بتستخدم ماوس غير مريح فده هيعطلك في نهاية اليوم حوالي 3 ساعات تقريبا. طيب، قيس على كده كل حاجة بتستخدمها في حياتك. لو انت بتستخدم كرسي حقير زي اللي انا بستخدمه، بص الكرسي، بص بيعمل ازاي، بيزيق الكرسي لان بقاله كتير جدا. انا كنت جايبه اول لما كنت جايبه كان سليم، ولكن مع مرور الوقت الكرسي تهالك خلاص وبقى غير صالح للاستخدام. فانا اصبحت مش مرتاح وانا قاعد، بدا ياثر على كتفي من هنا، كتفي من هنا طول الوقت وجعني، اسفل الظهر وجعني طول الوقت بسبب ان قعده الكرسي غير مريحه. فبالتالي انا بقيت بكره الوقت اللي انا قاعد شغال فيه، عشان ده بيمثل لي عبء جسدي وانا قاعد شغال. فبدأت أخطط لشراء كرسي جديد. لما الماوس القديم تهالك والسكرول الكليكة بتاعته علقت، يعني استثمرت جزء من الفلوس، ما كانش معايا فلوس اجيب حاجة غالية وقتها، فجبت كومبو كده من 2B علشان ماوس وكيبورد وهيدفون مع بعض كلهم وماوس باد كمان، مش ميكانيكال بس كويسين جدا وكل الزراير فيهم شغالة وما بيعطلونيش. وكذلك في اي حاجة انت بتستخدمها، ماوس، كيبورد، كرسي، مكتب، شاشة بتطلع او بتعمل فليكرز كتير وهتبوظ لك عينيك مع مرور الوقت، استخدام معدات غير مريحة بيعطلك وبيستنفذ او بيستنزف قدرتك مع الوقت، بيخليك تزهق ومش قادر او ما عندكش نفس القدرة الانتاجية طول الوقت. فلازم تستثمر في معدات مريحة علشان تقدر تنتج اكتر، حتى لو هتقتطع جزء من فلوسك علشان خاطر تعمل ده. ولكن مع الوقت انت كده مش بترمي فلوس في الارض، انت بتستثمر في نفسك وفي صحتك وفي شغلك، لان هو ده اكل عيشك، فلازم تستثمر فيه. وبمناسبة الاستثمار هبقى اكلمكم في حلقة من الحلقات اللي جاية عن الاستثمار الفظيع اللي بعمله انا وصديقي احمد جلال في تجميع جهاز جديد، وهقول لكم على كل حاجة وعلى كل التفاصيل والحركات بص، حوار. المهم، النقطة التالتة اللي انت ممكن تبقى مش واخد بالك ان هي بتبوظ لك يومك وحياتك بمرور الوقت، هي عدم تنظيم جدول لليوم. هتقول لي طيب ايه علاقة ده بالكارير؟ هقول لك. عارف آه ان انت تبقى داخل يومك، وده عن تجربة شخصية يعني، من غير ما تكون عارف انت هتعمل فيه ايه، حتى لو خطوط عريضة، عامل زي كأنك بتنط من فوق البرج ومستني انك تنزل من فوق البرج سليم. انا عارف ان هو تشبيه يعني مستفز شوية وعنيف جدا، ولكن هو ده التشبيه الامثل للموضوع. ان انت مستحيل تنط من فوق البرج وتنزل سليم، لازم تنزل مدغدغ. والبرج هنا يعني بيمثل اليوم اللي مليان اعباء ومليان تخبطات ومليان عقبات في النص، انت ممكن تكون مش مخطط لها كويس. زي ان انت ممكن يكون عندك 10 تاسكات، 8 تاسكات، 7 تاسكات، زي ما انا كاتب مثلا في الورقة دي كده. عندي مثلا 7 تاسكات، لحد دلوقتي خلصت منهم 1 2 3 4، الخمسة كانت تسجيل البودكاست ده، دي كده 5 تاسكات منهم، ففاضل تاسكين في اليوم. اوكي. لو انا مش عامل البلان دي، اي حاجة هتيجي في نص اليوم هتعطلني، لان انا ما عنديش اصلا بلان ماشي عليها. فلو جه حد يكلمني يقول لي يلا تعالى عايز اتكلم معاك شوية وعايزك في موضوع، هكلمه عشان انا ما عنديش بلان، فانا مش عارف انا هعمل ايه دلوقتي، فهحطه في نص اليوم، فهيضيع لي 10 دقايق، نص ساعة، ساعتين من الوقت اللي المفروض انا اكون بستثمره في يومي. وهنا انا مش بتكلم عن الشغل بس، انا بتكلم عموما عن بلان اليوم بشكل عام. انت تبقى عارف انك النهارده عندك شغل، عندك 5 تاسكات في شغلك، بعد كده عندك مشوار، بعد كده عندك زيارة عائلية، بعد كده ايا كان انت عندك ايه يعني. لازم تحط بلان لليوم، تبقى عارف انت النهارده هتعمل ايه. اوكي. على الاقل خالص 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 قبلها بيوم، تقعد كده بالليل تقول والله هنا بكره يومي في
كذا وفي كذا وفي كذا، وفي التاسكات دي للكلاينت الفلاني والتاسكات دي للكلاينت الفلاني، انا خلصت شغل، ها عندي الزيارة الفلانية لقريبي الفلاني، عندي نازل اقعد مع واحد صديقي او نتمشى او ايا كان. وتحط بلان كده معينة او بسيطة لليوم تعرفك انت بكرة هتعمل ايه. ده بيوفر عليك تخبطات وعطلة كتير، وده اللي بيؤدي بيك في النهاية انك بتخلص يومك كنت ماسك الموبايل عمال تسكرول لانك اصلا ما عندكش حاجة تعملها، انت مش عارف انت المفروض تعمل ايه. بعد كده ترجع تشتكي انه مفيش وقت، او ان انت طول الوقت عندك ضيق في اليوم ومحتاج يوم زيادة على يومك، وقصص بقى اللي احنا بنقعد نسمعها دي، وزمان كنا على طول بنقع فيها. ودلوقتي انا بشكل يعني كبير قدرت اتخلص من المشكلة دي، حتى لو يومي مشفت شوية، يعني انا ببدأ يومي متأخر شوية، بس ده في النهاية مش معناه ان انا مش منظم اليوم، لا انا عارف انا في يومي عندي ايه، والخطوة اللي ناقصاني ان انا اشفت اليوم بقى البدري، يعني اللي ورا شوية ابدأ اليوم بدري عشان اخلص الحاجات دي بدري، فيبقى عندي مساحة من الوقت زيادة، بدل ما هي لوب حلقة كده كل يوم بتتكرر. دي كده النقطة التالتة، واظن ان احنا استفدنا فيها قوي. النقطة الرابعة هي متعلقة تماما بالشغل ومرتبطة بالشغل بشكل مباشر. خلينا بس ناخد بق شاي الأول. الاستسهال وعدم تطوير الذات. يعني ايه الكلام ده؟ انت ممكن لما تجيلك ايه اللي بيخلي اصلا ان انت اللي بيخليك تكون شخص مبدع، او شخص عندك افكار، او شخص شاطر او سينيور زي ما بنقول عليه في مجالك، ان انت دايما بتتعامل مع الموضوع كأنه عامل زي الجيم كده. انت بتروح الجيم بتبدأ بوزن معين، خلاص انت اتعودت على الوزن ده، بعد كده تبدأ تحط تارجت اعلى فتعلي الوزن ده 5 كيلو او 10 كيلو ايا كان بقى انت فحل لانهي درجة يعني. اه تروح تبدأ تشيل الوزن الأتقل، فتبدأ تحزق من الأول تاني عشان تشيل بقى الوزن ده، وتبقى عارف انت ايه، عارف انت الحركات بتاعت الجيم دي، وتبدأ تشيل وزن أتقل لحد لما في البداية بيكون تقيل جدا عليك وصعب ورخم، ولكن بعد كده بيكون وزن خفيف، فبتبدأ تتعامل معاه بسهولة وتبدأ تطور الوزن اكتر. هو ده اللي بيبني شكل العضله، او بيخلي العضله انشف، او بيخلي عصبك انشف، او تبقى عايز تضخم بقى وتنشف، والمصطلحات بتاعت الجيم دي. من غير ده انت مش تعمل حاجه، انت هتروح كل يوم تشيل البار فاضي مثلا ورجعت، ها استفدت ايه؟ ما استفدتش اي حاجه، استفدت ان انت بقيت بتروح الجيم كل يوم وترجع بس. لكن هل ده له تاثير فعلي على صحتك او على جسمك؟ في الحقيقه لا، هو ملوش اي تاثير. انت بس اتعودت انك بتروح الجيم وتيجي كده كل يوم من غير اي تأثير فعلي. كذلك الامر لو انت بتفتح كل يوم الفوتوشوب، ها انتم عندنا ايه النهارده تاسكات، يلا نفتح نكتب التكست نحط خلفيه شكلها حلو ونقفل بس كده. ده هيؤدي بيك في النهايه انك هتبقى مصمم فاشل، وملكش اي وزن في الكارير، ملكش اي تأثير، ولا ممكن بمرور الوقت ما حدش يبدأ يطلب منك شغل اصلا، لان في ناس بتتطور كل يوم عنك، وكل يوم ناس بتتعلم حاجات احسن من اللي انت بتعرف تعملها بكتير. اوكي، طيب هتقولي طب انا اعمل ايه في الحوار ده؟ هقولك انك انت لازم ترفع لنفسك الليفل شوية. يعني انت جاتلك تاسك انت غالبا متعود تعملها بطريقة معينة، ممكن نشوف طريقة تانية او ندخل عليها اضافة تانية. متعود تعملها 2D مثلا، لا ممكن تدخل فيها objects 3D وتبدأ تتعامل معاها بشكل مختلف. متعود تعملها flat design، لا ممكن تعملها مثلا كولاج ارت وتبدأ تتعامل معاها بشكل مختلف. وهكذا. انا طبعا برتجل اي حاجة، يعني انا بس بفهمك الكونسبت ان انت لازم طول الوقت تحاول تطور من مستواك ومن ادواتك او السوفت ويرز اللي انت بتشتغل بيها، او حتى لو على نفس السوفت وير بتكنيك جديد، علشان يبان قد ايه انت راجل محترف. ولو شغلك او الشركة اللي انت شغال فيها ما بتطلبش منك ده، اعمل انت ده لنفسك، لان هو ده اللي هيساعدك تتطور. ولو انت مش عارف تعمله لنفسك ومحتاج شركة تساعدك على ده، يبقى سيب الشركة اللي انت فيها او دور على شركة تانية تساعدك على الحاجة دي. وخصوصا لو انت لسه بتبدأ في المجال، ما تموتش نفسك بدري، حط نفسك في وسط الصعاب، الحاجات اللي انت بتعرفش تعملها عشان تتعلمها وتتطور وتبقى راجل مواكب للعصر. ما تستسهلش، هتستسهل انت اللي هتندم بعدين. ممكن تكون دلوقتي حالا بتجيب فلوس وانا بكلمك، او شايف ان دي اسمها ايه كومفورت زون يعني، بس مع مرور الوقت هتلاقي ان الفلوس اللي بتجيلك بدأت تقل، لان ما بقاش يطلب منك شغل كتير، لان في تكنيكس تانية طلعت، زي مثلا ظهور الاي اي الفترة الاخيرة. لازم تتعلم تدخل الاي اي في شغلك، سواء بالمحتوى او سواء بالجرافيكس، او سواء ان انت تتعلم برومبت انجينيرنج، تعرف تكتب برومبت عشان تطلع اوبجكتس معينة وتدخلها جوه شغلك وهكذا. فاهم قصدي انا بقول ايه؟ ما تستسهلش في الشغل. ممكن تستسهل لوقت بس
لوقت معين، بس لازم تكسر حلقة الاستسهال دي بحاجة جديدة تتعلمها. كده دي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، ودي من ابرز النقط اللي انا شفتها الفترة اللي فاتت بعناية مع اكتر من حد، وهي ايه بقى يا سيدي؟ هي الانخراط في العمل بدون راحة. احنا بنقعد نمسك ورقة وقلم وعمالين نتكلم احنا هو من اول الفيديو، وكان في نقطة اتكلمنا عليها بنقول ان انت لازم ما تبدأش يومك من غير تنظيم جدول والكلام ده. زي ما بتنظم وبتخطط وقت العمل، لازم تخطط وتنظم وقت الراحة. ممكن تستغرب الكلام اللي انا بقوله ده، او ممكن تقول يعني انت يعني ايه الافوار اللي انت فيها دي، بس خليني اقول لك، ثواني بستعدل، خليني اقول لك ان دي حاجة من اهم الحاجات اللي انت لازم تحطها في اعتبارك وانت بتتعامل، انك لازم تخطط لوقت الراحة. لانك لو ما خططتش لوقت الراحة هيضيع من بين ايديك. هتلاقي نفسك عندك مثلا يوم او يومين راحة كل اسبوع، انت ما عندكش حاجة تعملها، ما عندكش بلان. اول حاجه هتعملها انك ممكن تلجأ للشغل اصلا، انك تقول طب انا ما عنديش حاجه اعملها، انا واخد اجازه ليه، طب انا هرجع اشتغل. وخصوصا لو انت فريلانسر بقى، مثلا مش بتشتغل في شركه او حاجه، لو انت بتشتغل شغل حر هتلاقي نفسك بتعمل كده وبترجع للشغل دايما، ومش هيبقى عندك اي مهرب من الشغل ولا مخرج منه، لانك حتى يوم الاجازه بقيت بتشتغل. او هتلاقي نفسك بتضيع اليوم بلا اي جدوى. وعلى فكره الجدوى مش لازم تكون حاجه ذات قيمه يعني انت بتعملها، لا، الجدوى هي انك تسترتش مخك. حتى لو انت قاعد هدفك من اليوم النهارده هو التأمل، انا قاعد كده بس باصص في السقف مش بعمل اي حاجة، لان انا هدفي من اليوم هو الراحة، فده في خطتك. في هدف تاني في اليوم ان انا عايز ارفه عن نفسي، عايز اعمل حاجة فيها ترفيه عن النفس، فانا النهاردة هخرج فتنزل تخرج. عندي هدف من اليوم ان انا اقرا، فانا النهارده هضيع اجازتي في القراءه. بس لازم تخطط، لان يبقى عندك اجازات على فترات متقاربه زي الاجازات الاسبوعيه مثلا، وفترات اقرب زي الفترات اللي بتبقى بعد يوم الشغل، ان انا خلصت شغلي النهارده فممكن عندي مساحه من الوقت اعمل حاجه فاعملها، مفيش مشكله. ده مش عيب يعني، انت كده مش هتبقى شخص مهمل، او هتبقى شخص بتضيع وقتك او يومك او حياتك، لا بالعكس. الراحه مهمه زي الشغل. او الاجازات السنويه زي ان انت بتاخد كل سنه اسبوعين ثلاثه اجازه، او ايا كان انت بتقسمها ازاي، بس ده لازم تعمله، لازم تحط ده في اعتبارك وتخطط له، وتسافر او تنزل تتفسح في الشارع او تنزل تتمشى على النيل. اي حاجه مهما كانت بسيطه، المهم تطلع من زون الشغل لحاجة تانية تطلع فيها طاقتك، يعني الطاقة اللي جواك اللي انت عمال تحوشها، والكلام مع العملاء والكلام مع زمايلك في الشغل والكلام عن الشغل والتفكير في الشغل، ده كله لازم تفضيه. في ناس بتفضيه بان هي تنزل تتمشى في الشارع. انا واحد من الناس من حين لاخر ممكن انزل، بطلت اعمل ده بقالي فترة، بس بعمله على فترات متقطعة، ما قطعتوش خالص يعني. انزل كده الشارع امشي اتمشى بلا اي هدف، انزل اتمشى، ممكن اتمشى ساعة. في مرة اتمشيت 11 كيلو. انا فاكر اليوم انا رجليا اتكسرت اليوم ده من المشي، بس في النهايه انا كنت مروح يعني رجليا وجعاني بس مبسوط يعني، مش متضايق، بالعكس انا كنت نازل اعمل كده اصلا، نازل امشي. 11 كيلو هتقولي مشيتهم في قد ايه؟ ممكن اقول لك مثلا في حوالي ساعتين ونص ثلاثه انا ماشي، مش بعمل حاجه غير ان انا ماشي بس. يعني دي حاجه حصلت، بس أنا ما اعتقدش ما حصلتش كتير قبل كده، بس هي حصلت كذا مره يعني. فما تنخرطش في الشغل بدون راحه اطلاقا. ولازم ترتب كده، تقول انا هخلص النهارده شغل هقضي وقت مع اسرتي، انا هخلص الاسبوع ده شغل وهروح زياره لقرايبي، انا هخلص النهارده شغل وعندي في الويك اند لعب كوره مع اصحابي، انا النهارده عندي جيم، انا النهارده عندي قاعده كده في البيت، انا قاعد في البيت مش بعمل اي حاجه، وهكذا. لازم تعمل ده، لازم تعمل ده. مش عارف اقولها لك ازاي تاني، فحطها في اعتبارك دي كويس قوي. آه النقطة السادسة والأخيرة هي عدم وجود مجتمع محيط من نفس المجال بتاعك. يعني ايه؟ عشان تقدر تكمل في الطريق اللي انت ماشي فيه، لازم يكون معاك صحبة بتعمل نفس الحاجة اللي انت بتعملها. انت مثلا عايز تبقى رجل عداء، بتجري وبتعمل مسافات طويلة وكده، ما ينفعش تصاحب ناس هي كل شغلتها في الحياة ان هي قاعدة على القهوة بس، دي شغلتها في الحياة. عمرك وعمرهم ما هيشجعوك، وانت عمرك ما هتتشجع، والوقت اللي انت هتقع فيه مش هتلاقي حد يقولك يلا، مش هتلاقي. انت عايز تبقى سباح ماهر، ما ينفعش تروح تعرف على ناس
بيلعبوا تنس مثلا. اهداف غير مشتركة، ممكن يبقوا صحابك عادي، صحابك اللي هم اصحاب بقى الطفولة والكلام ده، لكن هم دول اللي انت بتقضي معاهم طول الوقت وما عندكش صحاب بيلعبوا سباحة زيك. تأكد ان انت هتيجي وقت وهتكسل عن التمرين، تأكد من ده لازم. الا لو انت بقى فلتة، ودي ناس قليلة قوي على فكرة اللي بتعرف يبقى عندها التزام تجاه الحاجة اللي بتعملها من غير اي حافز، حتى في الوقت اللي هي عندها سقطات فيه. دي ناس قليلة قوي. عوام الناس بيحتاجوا شخص او دايرة من نفس الاشخاص او بيتشاركوا نفس الاهداف عشان يقدروا يكملوا الطريق. ولما بتحط نفسك في وسط دايرة هدفهم او عاداتهم اليوميه او حياتهم شكلها هي اهدافك في الحياه، اهدافك في الحياه بتكون سهله التنفيذ اكتر بكتير. يعني انا لو عايز مثلا يعني ربنا يعني يعفو عنا وعنكم ان شاء الله، لو انا مثلا انت بتدخن مثلا وعايز تبطل تدخين، ما تخليش صحابك كلهم بيدخنوا، ما تقعدش مع ناس كلهم بيدخنوا، اقعد مع ناس الطبيعي ان هما مش بيدخنوا. انت لا قدر الله مش بتصلي وعايز تتعود على الصلاه، ما تقعدش مع ناس ما بتصليش، عمر في حد هيفكرك حتى ان في صلاة. لازم تقعد مع ناس بتعمل نفس الحاجة اللي انت عايز توصل لها علشان خاطر تعرف توصل لها. آم، انا عمال احرك ايدي والفوكس عمال يبوظ، فانا هحاول ما احركش ايدي تاني. المهم، لو انت عايز تبقى لوجو ديزاينر شاطر لازم تتعرف على ناس شاطرة في مجال اللوجو ديزاين. دول اللي هيشجعوك ودول اللي هيقولوا لك انت بتعمل ايه صح وبتعمل ايه غلط، وممكن يجيبوا لك شغل بمرور الوقت. لو انت عايز تبقى راجل سوشيال ميديا ديزاينر شاطر وتتخصص في مجال اعلانات السوشيال ميديا، لازم تتعرف على ناس بتعمل نفس الكلام، حتى لو مش اصدقائك المقربين ولكن تتعرف عليهم، يبقى في بينكوا لينك تقدروا تتكلموا مع بعض، تشاركوا مع بعض اخر الشغل اللي انتوا عملتوه، تاخدوا رأي بعض، يجيبوا لك شغل تجيب لهم شغل، وهكذا. دي حاجة بتساعدك تطور من مستواك، انك شايف ناس، مش هقول لك في سبق معاهم لان انت مش في سبق مع حد اكشلي، بس انت آه، دايما تبقى شايف لو في حد سبقك تبقى عايز تعمل زيه وعايز توصل للنقطة اللي هو وصل لها وتعمل حاجة حلوة زي اللي هو عملها، وهكذا. ده شيء بيبقى نوع من انواع الحافز اللي موجود علشان تقدر تكمل وتطور من نفسك ومستواك. اعتقد ان احنا كده اتكلمنا يعني باستفاضة، وفي نفس الوقت حاولنا نختصر قدر الامكان، ممكن نقعد نتكلم شهر في الموضوع ده، بس انت كده فهمت انا عايز اقول لك ايه. ركز في الست نقط، ارجع اسمع الفيديو تاني وراجع الست نقط تاني، شارك الفيديو مع اصحابك علشان في ناس كتير، وخصوصا لو لسه بتبدأوا في المجال شاركوا معاهم علشان خاطر تستفيدوا من خبراتي السيئة في الحياة. وقول لي في التعليقات لو انت عايز، قول لي في التعليقات، مش عارف ليه حاسس صوتي اتكتم كده، قول لي في التعليقات لو حابب تسمع كلام عن حاجة معينة، او لو عندك رأي شخصي في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه غير اللي احنا قلناه برضو قوله لي في التعليقات. وما تنساش تشترك في القناة اكيد وتعمل لايك للفيديو علشان خاطر ده بيشجعنا نكمل ونعمل كونتنت اكتر، وخاصة بعد وقوع الريتش الفترة اللي فاتت بعد ما غبنا المدة دي كلها. انا مبسوط جدا لو كملت لحد دلوقتي، وحابب اقولك ان انا بحبك زي ما انت بتحبني وبتكمل الفيديو بتاعي للآخر. انا كده خلصت، واشوفك في الحلقة اللي جاية. سلام.